تعالوا أما أوريكم عملت الطابلوه الجميل ده إزاي. هنا جبت سفنج، سماكة سنتي وكرتون، لفيتهم على صينية كده اهوت، وعملت قطر معقول يعني، في حدود يعني 50 سنتي تقريبا القطر بتاعها. واشتريت أبليكات من السوق عند بتوع الكلف طبعا موجود. جمعتهم كده اهوت، أخدوا 6 أبليكات، لزقتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شريط سيرما عريض بقى ورحت لفاه في الدوران كله، بعد ما جمعت طبعا القماش من تحت اتلف بالشمع كويس كده تمام. خلص الطاولون، جبت بقى خيط سيرما، خيط سلسلة بتاع مكرمية، لفيت فتلة على القطر كده عشان اخد مقاسه، وبعدين رحت معلقاها كده بدبسين، وبدأت اعلق فيها الخيوط اللي انا هشتغل بيها. هنا عملتها عبارة عن وحدات، وبعدين بجمعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الأول باخد الوحدة فيهم بعملها 4 فتلات، الفتلة فيهم 120، بقسمها كده على 2، بتنيها وبركبها بتدي 60 سنتي تمام. بقسمهم بقى 2 كده و2 كده، الاتنين دول بشتغل عليهم اهم، مديني 4 فتلات. اخد الفتلة اللي في الطرف والف عليها كده اهوت كل الفتل التانية لفة، بلفة كمان تعمل عقد. نزلت الصف اللي بعد منه كذلك، عايز تعملي صفين، عايز تعملي 3 اكتر براحتك، بس انا لقيت ان ال3 يعني شكله يعني مناسب اكتر. جمعت كده كل جزء لوحده، وبعدين بقى هجمع الوحدة على بعضها زي ما في الشكل اللي جنب منها كده، لفة ولفة ورا، الفتلة الأخيرة لفة ولفة ورا، بسيبها بقى واخد الجزء التاني، اخد الفتلة برضو اللي في الطرف اشتغل عليها. الطريقة المايلة كده انت اللي بتتحكمي في ايديكي، انت اللي بتلفي وبتميلي بايديكي لتحت عشان تعملي الشكل اللي انت عايزاه. خلاص، تاني صف، خلصت ال3 صفوف، اجي بقى لكل فتلة نازلة من جزء من الوحدة، بلفهم كده على بعض بيعملوا وحدة كاملة، انزل بقى بيها بالميلة كده اهوت، تعمل زي الاكس كده اهوت، حرف اكس. بجيب بقى فتلتي اللي في النص ديت، بفوت 3 من هنا و3 من هنا، تجيلي الفتلة اللي في النص اهي، انزل عليها برضو بنفس الطريقة عشان تديني شكل الاكس اللي فوق ده. بس جمعتهم في بعض ازاي؟ بالطريقة دي، طرف الاكس كده مسك في الطرف التاني. خلاص، هنا بقى بنيجي للصف التحتاني، بنلم اللي في النص دول نعملهم عقدة مربعة العادية خالص بتاعت المكرمية، واخد بقى الطرف اللي كان نازل من الاكس ده الف بيه شكل الفستون بالراحة كده. ولو اي شكل تاني عاجبكم وسهل معاكم تقدروا تعملوه وتنفذوه، برضه هيدي شكل جميل في الطابلو. المهم الفكرة نفسها تكون عجبت حضراتكم، واتمنى ان انتوا تنفذوها وتتابعوني. انا عندي افكار كتير جدا واعادة تدوير كتير هعملها وهتعجبكم قوي ان شاء الله. نتقابل في فيديوهات كتير جاية، واتمنى تدعموني. هنا جمعت الطرفين على بعض وقفلتهم برضو، وادي الطابلو عليهم اهو. طبعا هيلزق ازاي؟ جبت جوخ نفس اللون، قصيته على القطر بتاع الطابلو، بس زيادة سنتي في الداير. سنتي ليه؟ عشان خاطر نلزق عليه الشغل بتاع المكرمية اللي احنا عاملينه بالشمع برضو زي ما اتفقنا. المسدس عايزين نحضروه مع بعض كده يبقى موجود عندنا عشان الافكار اللي جاية كتير بإذن الله. وادي شكل الطابلو اهو، عملت له العلاقة من ورا، هلزقه بقى كله بالشمع والدوران ده، ويتحط عليه الطابلو ويتلزق وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون عجب حضراتكم.